تعالى لي يا مدير يا ثابت على رأيك انت، وكلمتك لا ممكن تنزل الأرض أبدا. ليه؟ بجد والله ليه؟ يعني حد جه قال لك رأي أحلى من رأيك أو رؤية أفضل ما تشتريها؟ أمال إحنا موجودين في حياة بعض ليه؟ عشان أنا أقول لك رأيي وأنت تقول لي رأيك والرأي الأحسن هو اللي يكسب. لأ، أنا لازم أبقى صاحب كلمة وثابت على رأيي. مين قال؟ عشان أبقى واثق من نفسي. مين قال برضو؟ الواثق ده هو اللي منفتح إنه يشتري أي رأي تاني. أنا داخلة معاك في حوار دلوقتي أو مناقشة ولقيت اللي أنت رأيك مقنع وفعلا أصح وهيدي نتائج أفضل، خلاص تمام، يلا بينا ننفذ الفكرة بتاعتك. عاوز تثبت؟ اثبت على المبادئ، على الأخلاق، على القيم، لكن الآراء دي مجرد آراء يا مدير. ومن النهاردة اتعامل كده بالمبدأ ده، إن الرأي الأحسن والأصح هو اللي يكسب، سواء كان رأيك أو رأي اللي قدامك. لو عاوز تعرف أسرار أكتر عن الإدارة بذكاء وروقان، اعمل سبسكرايب لليوتيوب تشانل وفولو للبيجز فيسبوك وإنستا وتيك توك علشان أشوفك تاني.